السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي نعم، الرأسمالية وأمريكا يحتضران، أي أن أمريكا التي أسست الرأسمالية تحتضر هي ونظامها اللعين الذي أسسوه منذ 250 سنة به. علاش معناتها الرأسمالية تحتضر؟ ديما الرأسمالية توصل معناتها مدة زمنية معينة وتنهار تماما. كما نتذكروا معناتها أزمة الثلاثينات في عام 1929 كيفاش انهار الاقتصاد العالمي بسبب انهيار البورصات وانهيار الدولار في عام 1929 الخميس الأسود اللي كلكم تتذكروه. الآن نفس الصورة، نفس معناتها معناتها المدة الزمنية اللي هي 100 سنة. نحن الآن منذ عام 1929 إلى 1924 قاربنا على أن نغلق 100 سنة التي من المتوقع أن ينهار بعدها الدولار والاقتصاد الأمريكي، النظام الرأسمالي. أي نحن على بعد خطوات من انهيار الرأسمالية. هذاك علاش أمريكا قاعدة تعمل في خطوات استباقية تو باش ما تخليش النظام الرأسمالي نتاعها يتيح. أما قبل ما نحكي لكم على الخطوات اللي عملتها أمريكا تو، خليني نفسر لكم علاش الرأسمالية عندها 100 سنة وتطيح. الرأسمالية أول شيء مبنية على رأس المال. رأس المال ديما يلم في الفلوس، ديما يعبي الفلوس، ما يصرفش، ما يستثمرش، يلم الفلوس. والمواطن البسيط في جميع أصقاع العالم اللي يتبعوا في النظام هذا ديما يصرف ديما يصرف ديما يصرف. يوصل لمرحلة معينة المواطن البسيط ما عادش ينجم يصرف، لأنه الليبرالية المتوحشة، الرأسمالية الليبرالية المتوحشة توصل ديما بعد مدة معينة زمنية معينة تولي تزيد في الأرباح متاعها وما يهمهاش في الطبقة اللي معناتها تشتغل عليها. لأنه هذا توحش، لموا في الفلوس، يعبدوا في الفلوس. يوصل المواطن اللي يصرف معناتها ما عادش ينجم يصرف بسبب غلاء الأسعار وغلاء المعيشة، يولي عنده خمول. وفئات كبيرة من الشعوب تولي عندها خمول. هنا باش يولي العرض أكبر من الطلب، أكثر من الطلب. ما هنا الرأسمالية ما ترخصش في الأسعار باش ترجع الحركة تدور، لا، يزيدوا يكبروا معناتها يزيدوا يضخموا في الأسعار باش يبقوا في نفس الأرباح، ما يتيحوش تحت الأرباح المعتمدة المالفين يربحوا فيها. هنا واش باش يصير؟ باش يزيد المواطن معناتها ينفر من الاستهلاك. بالطبيعه هنا واش باش يصير؟ العرض اكثر من الطلب. بالطبيعه ما فماش منتوجات قاعده تخرج، بالطبيعه معناتها شركات باش تسكر، بطاله اكثر، تضخم اكثر، غلاء اسعار اكثر، ثم اغلاق عده شركات. اي انه ما عادش معناتها ثم حركه اقتصاديه من بيع وشراء واستهلاك وانتاج معناتها وتصدير واستيراد. وهنا تصبح الكارثه، لانه بعدما تنهار الشركات قيمتها التسويقيه في البورصات تسقط، تولي باسعار زهيده. وهنا الكارثه او الطامه الكبرى، يصبح معناتها الطلب، العرض اكثر من الطلب، والطلب معناتها يندثر، وبطبيعة الحال يندثر معه كل شيء. هذه هي الرأسمالية. وهكم تشوفوا فيها تو غلاء في الأسعار، كل شيء غالي، غلاء في المحروقات، غلاء في المواد الأساسية مع انعدامها، غلاء في عدة أشياء أخرى، غلاء في الاستثمار، غلاء في البني، غلاء في حتى الزواج غلاء. معناتها كل شيء حابس. هنا المواطن أصبح خاملا، أصبح لا يستهلك، وبالتالي عدة أشياء معناتها حبست، عدة شركات كما لاحظتوا، عدة شركات أغلقت. معناتها هذه هي الكارثة والطامة الكبرى بالنسبة لأمريكا. أمريكا في عام 1929 كيفاش خرجت من الأزمة؟ ابتدعت الحرب العالمية الثانية. علاش؟ لأنه في الحرب العالمية بما أنها هي بعيدة، الشعوب تتصارع، تتقاتل، موتى وقتلى ودمار شامل، وأمريكا تمول بالسلاح والعتاد والأغذية، وبالتالي هي قاعدة تلم في الفلوس والشعوب تموت. ثم بعد ما تقوم معناتها كي نقولوا حرب بمعنى سلاح ومواد صحية طبية وشبه طبية وأغذية، معناتها على جميع الواجهات، يبيع لك سلاح ويبيع لك الكرتوش ويبيع لك الدواء متاع معناتها معناتها الجرحى والقتلى وكذا وكذا، ويزيد يبيع لك المؤونة الغذائية للناس اللي تتصارع هذه وللناس والشعوب اللي في وسط الحرب هذيك. أيضا
وبالتالي معناتها نجمت تنجح في الوقت هذاك في عام 1929، وخرجت هي المنتصرة الأولى، وحطت قوانين باش تولي تحكم في العالم، واعتبرت نفسها شرطي للعالم. لكن هيهات، بعد معناتها ما استوفت المئة سنة الأخرى، توا احنا على مشارف 100 سنة من الرأسمالية، الآن بدأت تحتضر من جديد بنفس الطريقة. إذا كيفاش باش تخرج أمريكا من الأزمة هذه؟ أصبحت معناتها تصنع في حروب. حرب أوكرانيا هي اللي تسببت فيها، دفعت معناتها الاتحاد الأوروبي لإنشاء حرب عالمية أخرى بين روسيا والاتحاد الأوروبي. كيف أمريكا راهي ما تدخلش حرب بيداها، بالعكس تعمل حرب بالوكالة، تعطي لشكون الوكالة باش تعمل حرب في بلاصتها، فهمتوني، باش هي دون تمول باش نجم تخرج من الرأسمالية. وابتدعت حرب في الشرق الأوسط ما بين الكيان الصهيوني والمقاومة، وأيضا تريد ابتداع حرب في شمال إفريقيا من خلال الضغط على تونس وليبيا والجزائر، معناتها ضد المغرب وضد عدة دول أخرى من نفس الأقليم. وأيضا تبتز الصين بحرب مع تايوان، وهكذا دواليك حرب عالمية أخرى. لكن هذه المرة الحرب العالمية بالنسبة لأمريكا تأخرت كثيرا. لماذا؟ لأن القوى العالمية المقابلة، عندما نقول القوى العالمية المقابلة نقول روسيا والصين معناتها وحلفائها، فايقين باللعبة هذه ويبتزون أمريكا، لأن أمريكا تصرف على الحرب هذه، قاعدين يستنزفوا في أمريكا، استنزفوها إلى درجة أن أمريكا أصبحت تأخذ أموال ومدخرات الشعب الأمريكي، وهو مما اضطر الطلبة والمواطنين الأمريكيين إلى الخروج والتعبير عن غضبهم في مظاهرات عارمة في الجامعات وفي عدة أماكن في أمريكا. لكن الإعلام لم يتعاطى مع هذا الموضوع. لكن أنا أؤكد لكم أن الرأي العام الأمريكي منقلب على الولايات المتحدة الأمريكية، وما زالت. وأنا أؤكد لكم أنه لن تكون هناك حرب عالمية، لأن السيناريو معروف، والشعوب لا تلدغ من الجحر مرتين، وأمريكا تحتضر والرأسمالية يحتضران مع بعضهم، ولن تكون هناك حرب عالمية، بل هناك حرب استنزاف. هذاك علاش برشا ناس يحكيوا يقولك علاش ما نردوش على امريكا، علاش ما نردوش على الكيان، لان هي حرب استنزاف، علينا استنزافهم اولا لكي لا يبقى لهم اي شيء يقاومون به، ثم عندما ياتي الحين وياتي الوقت ننقض جميعا على هذه المنظومه وعلى هذه الولايات المتحده وندحرها دحرا، او انها ستتفكك وحدها. والمعلومات تاتي من الولايات المتحده الامريكيه، عده ولايات لا يعجبها المنهج أو النظام الذي تسري عليه أمريكا الآن، منها تكساس، منها لاس فيغاس، منها فلوريدا، منها عدة ولايات أمريكية تريد الانفصال على أمريكا، لأن الأمور أصبحت واضحة للعيان أنها حرب استنزاف، والشعوب لا تريد هذه الحرب التي أدخلتها أمريكا، معناتها دخلتهم أمريكا فيها بالسيف وتصرف لها من مدخراتهم، لأن الأمور ما عادش ماشي، لأنه هذا الشرطي الذي لا يرى إلا مصلحته ولم يرى مصلحة الشعوب أصبح مكروها من جميع قبل العالم، ولن يجد من سيحارب لأجله. وأنا أؤكد لكم أنه لن يحارب أحد لأجله، لأنها هذه هي نهاية الرأسمالية ونهاية النظام الأمريكي العالمي الذي دمر الشعب وفقر الشعب ودمر عدة شعوب ودمر عدة دول كانت نافذة، معناتها كانت لها معناتها رأي في العالم. وهذه هي النهاية بالنسبة لي. أنا أؤكد لكم أنه باي باي أمريكا، باي باي نظام الرأسمال العالمي، وشكرا لكم والسلام عليكم.